وهل لا توجد خطابات ليبراليه في حاجه الى المراجعه على تفضل دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا في مأزق إنه الدكتور أدري أني قصاد أحد مرضاي، ويعني أدعي في حياتي الصغيرة إن أنا بشوف كل الأطياف، الإخوان المسلمون، السلفيون، الليبراليون، اليسار بكل أطيافه. فلي معهم حوارات محافظا على الحالة الإكلينيكية، بما أني أعد أو يتصور الناس أني لست طبيبا نفسيا تقليديا. فأطمئنكم أنني أرى في شباب السلفيين وشباب الإخوان تطورا ذهنيا عاليا يرى المسألة من عدة زوايا كما أراها أنا. أحد مرضاي أتته نوبة في صميل وقال لي أنا الحقيقة للناس اللي تحت أراهم من النافذة أو من الشرفة يتآمرون علي، وأنا سامعهم، وده بيصلني عبر التلفزيون فيما يسمى ضلالات الإشارة (illusions of reference). وبعدين فسر ده ان الاعلام شريك فاعل في ظهور الاعراض واستمرارها او انحسارها. وابتديت انا بقى بشيء من الخبث الاكلينيكي ان انا ادعبه، فقلت له طيب يا ترى مين معاك؟ يعني اذا كانت يعني اذا العزيز عبد الله عسكر تحدث عن الام التي تلف، وبالمناسبه امه جاءت من بلد عربي عشان تلف وتحافظ على ثباته ونجحت في ذلك الى حد كبير. ففاجأني وقال لي على فكره الناس كلها ضدي لكن المجلس العسكري معايا. فانا انتبهت وقلت له ده وعي استبصار بقوه العسكر. فقال لي والله ده كلام مثقفين، ولكن ممكن ترجع الأمر إلى أن أبي لم يكن ضمن العسكر ولكنه كان مجندا في حرب 73 ومن أوائل الناس اللي عبروا القناة. ففي هنا إشارة. استمر العلاج وشفته بعديها بفترة، فقال لي بقول له هاي إيه الأخبار؟ قال لي لا هم الناس بطلوا يتكلموا تحت ومش عايزين يأذوني ولا حاجة، لكن المشكلة دلوقتي في المجلس العسكري. قلت له خير؟ قال لي المجلس العسكري يا إما هيجندني يا إما هيجنني. فلما طرحت التعبير ده على مجموعة من الناس اللي عندهم اضطرابات مختلفة بين العصابي والذهان، قالوا ما هو ده حقيقي، ما هو المجلس العسكري هيجنن البلد أو هيجندها. بعد فترة علاج أخرى قابلت نفس الشاب المريض وقلت له ما هي إيه الأخبار؟ قال لي بص بقى، شوف أنا تعبت منك ومن أسئلتك ومن علاجك، لن يتم شفائي إلا باكتمال الثورة. فتعجبت لهذا الديالوج الغريب، لكن سألته في نهاية آخر جلسة شفته فيها، قلت له هي ماما ما سافرتش ما رجعتش لبابا في البلد العربي اللي وقعت فيه؟ قال لي لا مش عايزها. إذا جاز التشبيه بينا الشعب المصري الذي أرى أنه انكفأ على ذاته المطحونة منذ لحظة إعدام خميس والبقري على يد العسكر بعد شهور من قيام حركة الضباط في 52. لحظة كمن فيها المرض وتكوم واستفحل وانتشر وظهرت أعراضه في الوحدة مع سوريا والانفصال واليمن والحروب 56 و67 و73 بكل ما لها وما عليها، انتفاضات مارس 68 وحركة الطلاب 72 و73، انتفاضة 18 و19 يناير 77، تمرد الأمن المركزي 86، اغتيال السادات 81،
المد الارهابي في التسعينات، السقطات الماليه وغياب التخطيط والانتاج، حركات عمال المحله واسمنت السويس بدءا من 2004 وحركه كفايه، الى ان حانت لحظه افاقه المريض من مرضه لتكون لحظه تلك الثوره التلقائيه التي يعيب عليها الكثيرون عدم وجود قائد لها. ولكن في نظريات في الموضوع ده ان دي من ميزاتها. وانا ارى ان شكل النظام وتهاويه في فتره قصيره انه كان عامل زي نظام الجبن السويسري او الجبنه الرومي، من جوه مخرمه ومن بره منصمه. الانفجار اللي حصل في 25 يناير كان من باب ان العيال نص نص او مستقرين لكن مسروقين، مش مهمه، ودي على لسان مرضى كتير بيقول كده، يأبى تطوره الايديولوجي والحركي. وادعي ايضا انني على صله بمجموعات كثيره من الشباب عبر الانترنت وعبر العياده، واتذكر انه في 25 فبراير بعد اسبوعين من سقوط النظام اقمت في العياده صالون الثوره، وفي صالون الثوره كان في مجموعه من الشباب والبنات اللي هم شاركوا في الثوره، واذكر ان احدهم يعاني من اضطراب ثنائي القطب، فلما راى هؤلاء الهمج في منقلب الاربعاء الدامي، هكذا افضل ان نسميه موقعة الجمل، انتفض وحول تلك الكيمياء المخ العصبيه وغليان البحيره الى طاقه لا حدود لها. وكان من اوائل الناس اللي وقعوا الفريق الاول في الناس دول. انا شفت فيديو الحقيقه مش متفبرك ولا حاجه، بس انا لما بكيت بعد ما شفته، لان كنت اظن ان دول القوات المسلحه، لكن طلعوا ان هم الحرس الجمهوري، وعرفت ان هم اداره مختلفه خالص، ان هم كانوا بيدخلوا الناس وكانوا بيحموهم في صفوف، وكان في احد الضباط على سطح المتحف المصري بيقود المعركه. لعل كل مكان وما سيكون يمثل دفاعا ضد التفسخ. انا شايف ان احنا كنا نازلين كده، كنت دايما لما اتسال هو الحل هيفضل كده، قلت احنا مررنا بايام صعبه ايام المماليك ونهضنا بعدها، جه محمد علي، مش شرط يجي محمد علي دلوقتي، لكن انا شايف ان ثوره 25 يناير دفاع ضد التفسخ والتفكك والانهيار، دفاع ضد المرض، كما ترى سوزان سونتاج في مقالتها الرائعه المرض كاستعاره، او اكثر دقه كميتافور، ناقشت فيها تاثير المرض كميتافور في ثقافتنا، واستخدمت السرطان والسل ككلاسيكيات. بالطبع في مجتمعنا العربي يعشعش المرض كميتافور قوي، ليس فقط السل والبلهارسيا والتهاب الكبد الوبائي، لكن الذبحه الصدريه والسكر وارتفاع الضغط، ومؤخرا انفلونزا الطيور، وبالطبع الاكتئاب، وكلها نماذج تاريخيه. لكن من يعطي المرض معناه ومفهومه كفعل عقابي بيونيتيف من وجهه نظر مينينجر المحلل النفسي الذي راى المرض شيئا مختلفا، فلم يراه كمصيبه من مصائب الدنيا، لكنه راى ان المريض الضحيه مسؤول الى درجه كبيره عما فعل هو بحياته وبنفسه من اهمال واستسلام وعبث. انا عايز انقل مشهد تاني من العياده في العلاج الجمعي والسايكودراما. في شاب يعاني من نوبات الهلع، بانيك اتاك، ما بينزلش من بيته الا يمشي شارع مثلا. انا هقول اسمه الاولاني بس متشابه مع اسماء كتيره، مينا. ويوم 25 يناير نزل وتحدى مدرعه في ميدان التحرير، واخذ في جسده 63 شظيه ما زال يحملها حتى الان. كان جاي جلسه من جلسات السايكودراما، فداخل الاسانسير وداخل معاه
رجل الامن او حارس العقار او السكيورتي مان بيخربش في كارت شحن للمحمول وبيقول يا رب طلعنا من الدنيا دي على خير. فاستفز مينا واتنرفز جدا وقال هكذا اصبحت احلام البسطاء، ان هو يطلع من الدنيا دي على خير. فاخذنا المشهد وعملنا حارس العقار وهو بيطلع بيخش الاسانسير وبيخربش في الكارت، ومينا وهو داخل، وحصل حوار تاني خالص بإعادة تركيب لغوي درامي آخر، لكن ما نتج عنه إنه حصل حوار بين مينا وبين من يمثل جيلنا أو جيل أبوه. قال فيه مينا إنكم خصتونا وجرفتونا وقرفتونا، وأنت